وصفتنا لليوم كيكة البرتقال بأنجح طريقة وأطيب طعمة مع صوص البرتقال الشهي. كل أسباب نجاح كيكة البرتقال موجودة بهيدا الفيديو. فضلا إذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء وتفعيل جرس التنبيهات. بالبداية عندي 5 حبات من البيض. مفروض البيض وكل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. رح نزلهم بالخلاط. أكيد فيكم تستغنوا عن الخلاط وتستبدلوه بالخفاء اليدوية، بس الخلاط أسهل. ملعقة كبيرة من الخل بيساعد الكيك إنه يرتفع. ملعقة فانيليا، ممكن الفانيليا السائلة إذا موجودة. وربع ملعقة صغيرة من الملح بيساعد على إبراز النكهات. بضربهم ضربة صغيرة بالخلاط دا يصير لونهم أصفر باهت شوي. برجع بنزل فوقهم كوب ونص من السكر. إذا كنتوا عم تستخدموا الخفاءة اليدوية بدكم تخفقون لمدة 3-4 دقايق. برجع بضربهم لمدة دقيقتين بالخلاط تيدوب السكر بالكامل تيصير لونهم باهت بهيدا الشكل، أصفر باهت. هلا مفروض كل المكونات تكون بنفس الكوب يلي عم تستخدموه. أنا استخدمت الكوب المعياري 250 ملي. أي كوب عندكم بس شرط كل المكونات تكون بنفس الكوب. نزلت فوقهم كوب من الزيت النباتي، كوب من عصير البرتقال نحن منقله الليمون، نص ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال أو أسانس البرتقال. بتساعد على تعزيز نكهة البرتقال بالكيك. هيدي بتلتقى عند العطار وأكيد فيكم تستغنوا عنها. راح اخد هون برش ليمونة، برش حبة برتقال. شرط ما وصل للمنطقة البيضاء لأنه بتعطي مرار. يعني حوالي ملعقة من برش البرتقال بتساعد على إزالة زنخة البيض من الكيك. وبرجع بخفقهم بالخلاط لمدة دقيقة واحدة بس تيتجانسوا مع بعضهم. وهلأ رح أتوقف عن الخفق. هلأ بوعاء عميق رح نزل 3 أكواب من الطحين. طحين أكيد نخلته قبل. ورح أنخل فوقهم ملعقتين كبار من الباكينج باودر. إجباري تنخلوهم فوق بعضهم. نزلت المزيج فوقهم ورح أبقى عم حرك فيهم تتختفي كل الكتل. مثل ما ذكرت قبل إنه كل المكونات مفروض تكون بنفس الكوب. أي كوب موجود عندكم بس شرط كل المكونات تكون بنفس الكوب. العصير، الزيت، الطحين، السكر. هيدا هو قوام خليط الكيك. هلأ هون رح استخدم قالب الألمنيوم يلي موجود بمعظم البيوت. رح أدهنه بالزبدة. أكيد إذا مش متوفرة الزبدة فيكن تدهنوه بالطحينة أو الراشة. يلي عنده قالب جرانيت بيكتفي بس إنه يدهنه بالزيت النباتي. لازم الزبدة أو الطحينة طول كل أطراف القالب يلي عم تستخدموه. هلأ رح رش الزوايا كلها بالطحين واعمل هيدي الحركة الدائرية. كمان طيطول الطحين كل الأطراف. وهلا رح أتخلص من فائض الطحين يلي بقي بالقالب. نزل كل المزيج بالقالب. هلأ رح أخبطهم بضع طرقات تختفي كل الفقاعات يلي موجودة بالداخل. ولعت الفرن قبل ب5 دقايق تيحمى على درجة حرارة 180 بس من الأسفل. وبترك الكيك فيه لمدة 35 دقيقة. أكيد هيدا الشي انتو بتختبروه كمان بعود خشبي. هلأ رح جهز بهالوقت خليط صوص البرتقال. عندي كوب من عصير البرتقال رح احطه بطنجرة على البارد، نص كوب من السكر،
وملعقتين من النشا ممسوحين مش مطفحين. ما تكتروا كتير نشا لأنه بتصير المزيج بيصير بيطقل. بحرك المكونات على البارد تتختفي كل كتل النشا وتدوب. هلا رح انقلهم على نار متوسطة. ببقى عم حرك المزيج ما بتركن ابدا. بس يبلش يغلي ويتقل قوامه دغري بخفف النار تحته. بس صار بهذا القوام طفي النار تحته وبتركوه يبرد على جنب. هلأ بعد ما استوى الكيك شوفوا ما شاء الله اللون، الريحة قلبت البيت. كتير كتير طعمته طيبة. أول شي بترك الكيك بهالشكل لمدة 10 دقايق. برفع القالب. ما شاء الله ارتفاع الكيك كان حوالي 11-12 سنتي. وهلأ زينت القالب بالليمون شرائح البرتقال، وراح اضيف الصوص فوقه، صوص البرتقال. حطيت كمان سكر ناعم. اكيد الاضافات الاخيره فيكم تستغنوا عنها اذا ما بتحبوا تضيفوا شي للكيك. اذا بتحبوا تخلوه كيك اسفنجي ساده بدون صوص وبدون اي شي فيكم تحطوه لحاله. بس هو بيعطيه طعمه كتير كتير طيبه. هيدا هو الكيك من الداخل هش وطري، يعني بدوب ذوبان بالتم. كتير كتير طيب. بتمنى تجربوا هيدي الوصفه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو، وبشوفكن على خير بالفيديو اللي جاي.